السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. بتحب الكوره؟ مين فينا ما بيحبش الكوره؟ كلنا بنحب الكوره، يا اما بتلعبها يا اما بتحب تتابعها. ليك فريق مفضل محلي مثلا او فريق مفضل اوروبي. فالنهارده انا جايب لكم قصه لاعبين محترفين، واحد بيلعب في الدوري الانجليزي واحد بيلعب في الدوري الاسباني. هنتكلم على نمط حياتهم والتغذيه بتاعتهم وايه اللي ممكن نستفاد من قصتهم، فخليكم معايا. اهلا بيكم. اول لاعب هنتكلم عليه هو العملاق والدبابه النرويجيه ايرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي الانجليزي. هالاند عنده 25 سنه، حقق ارقام قياسيه كتيره جدا وهو في العمر الصغير ده. هو الهداف التاريخي لمنتخب النرويج، وكان متالق جدا وهو كان بيلعب في بروسيا دورتموند الالماني، ودلوقتي حاليا مع مانشستر سيتي واخد هداف الدوري كذا مره، وخد جائزه الحذاء الذهبي في اوروبا اللي هو اكتر هداف في موسم واحد في اوروبا. وهو حاليا على المستوى العالمي يعتبر احسن مهاجم كوره. هالاند هو اكتر واحد بيقبض فلوس في الدوري الانجليزي حاليا، معاه اكبر عقد في الدوري الانجليزي حاليا، تقريبا بياخد حوالي 600 الف جنيه استرليني في الاسبوع. نيجي نتكلم بقى على نمط حياه هالاند في كذا انترفيو اتكلم على نمط حياته، وقال ان هو حوالي بياكل 6000 سعره يوميا، بتاع 2500 سعره في الوجبه. هو قال ان هو كلاعب محترف بيتمرن يوميا وعنده ماتش كل تقريبا 3 ايام، وهو حجمه اصلا كبير. فهو قال ان هو بالنسبه ليه ده ده يعتبر مناسب جدا لنمط حياته. وقال ان هو بيحب الاكل قوي وبيحب يطبخه، لان هو بيقول ان هو كان عايش لوحده من هو عنده بتاع 16 سنه تقريبا. هالاند عمل قناه على اليوتيوب ونزل فيديو قال يوم في حياتي، وصور بقى يومه كله. اتكلم بقى ان هو بيبتدي يومه انه اول ما يصحى بيطلع يتمشى شويه عشان يشم هواء طبيعي واشعه الشمس تخش في عينيه. قال ان اشعه الشمس لما تخش في عينيك ده مهم جدا للسيركاديان ريثم او الايقاع اليومي، كمان الساعه البيولوجيه. بعد ما بيخلص التمشيه بيرجع البيت ويعمل القهوه بتاعته. قال على القهوه بتاعته انها سوبر فود او الاكل الخارق لو انت عملتها صح. فهو بيقول ان انا بركز قوي وانا بعملها. بيشربها مع حليب خام بيجيبه من متجر محلي بالانجليزي اللي هو الرو ميلك. طبعا هو اتكلم على الحليب ده وقال ان هو برده كمان سوبر فود او اكله خارقه، لان هو بيقول ان هو مهم للجلد ومهم للعظم والعضلات ومهم للمعده على حسب كلامه. طبعا هو قال ان الحليب الخام ده بيتجاب من متجر محلي. احنا كلنا عارفين ان الحليب الخام ده ما بيتباعش في السوبر ماركتات في بلاد كتيره جدا، ممنوع ان هو يتباع في سوبر ماركت. والطريقه الوحيده ان انت تجيبه ان انت تروح لواحد عنده متجر محلي او عنده مزرعه وعنده بقى المواشي بتاعته، فبيعمل لك الحليب الخام ده، وانت بتعدي عليه تقول له عندك حليب خام، تروح مشتري منه. وممنوع ان انت تعلن ان انت عندك الحليب الخام وتشتريه، هو بس الطريقه الوحيده ان واحد يعدي عليك كده فتروح مشتري منك. طبعا كلنا عارفين ليه، وكلنا عارفين ليه انه ممنوع الحليب الخام اللي هو مش متبستر. طبعا لما هالاند اتكلم على الموضوع ده ابتدوا بقى يهاجموه، وطلعوا بقى خبراء التغذيه والدكاتره لا الحليب الخام ده مش صحي ومحدش يقلد هالاند وبتاع، لان ده مليان بكتيريا وممكن ياثر عليك. كلام كلنا عارفين ان هو ملوش اي لازمه. هالاند اكد ان هو لازم يكون كامل الدسم. طبعا احنا واخدين بالنا من كلمه كامل الدسم ده، لان الحليب اللي احنا موجود في السوق ما فيهوش دهون، قليل الدسم وما اعرفش ايه، والحرب اللي معموله على الدهون لا دي هي مسببات الامراض المزمنه وامراض القلب ما علينا. قال ان هو بيحط على القهوه كمان حاجه اسمها المابل سيرب، او بالعربي اسمه شراب القيقب او القيقبه، ما اعرفش بيتنطق ازاي. قال ان هو ده بيحمل كافيين مع السخونيه، وقال ان هو ده احسن من السكر والمحليات طبعا. بعد كده بيفطر ان هو بيقلي بيض وبيحطهم على توست او خبز اللي هو اسمه بالانجليزي الساور دو او اللي هو العجين المخمر. طبعا هو قال ان ده احسن بكتير من الدقيق القمح، لانه عنده مؤشر جلايسيمي قليل، فهو ما بيرفعش نسبه الجلوكوز في الدم بسرعه، وبالتالي يرفع الانسولين، وتلاقي نفسك على الصبح كده بعد وقت قليل انت لسه جعان تاني. بعد كده بيروح التمرين، وبعد التمرين بيروح راجع بقى البيت عشان يتغدى ويتعشى. هالاند بقى بيتعشى ايه؟ هالاند بياكل ستيك لحمه اكتر ما بتنفس.
وقال ان هو بيحب الستيك اللي هو الغني بالدهون قوي، زي مثلا الريب اي اللي هو الكبير ده او التوماهوك، دي شرايح لحمه او ستيك كبيره جدا مليانه دهون. هو قال طبعا ان كل ما يبقى فيها دهون كل ما يبقى احسن. هالاند بقى بيخلص التمرينه تلاقيه ياكل ستيك، يخلص ماتش تلاقيه ياكل ستيك، وبياكلها في النادي عادي في اوضه اللبس، بيحب يطبخ الستيك بنفسه. قال ان هو كمان بيستمتع وهو بيطبخ الستيك، بيحب ياكله مع بطاطس، بيقطع البطاطس قطع كبيره كده وهو اللي بيعملها في البيت. بيقول ان دي اكله نرويجيه ودي مشهوره جدا، فهو بيحب ياكلها كده مع سلطه خضراء على زيت زيتون. مره خدوا الدوري فمانشستر سيتي عمل حفله في النادي وعزم كل اللعيبه بقى وقالوا تعالوا هنحتفل بده، والطباخين اللي عندنا في النادي هم هيطبخوا وهيعملوا الحفله. فهو راح ودخل المطبخ وقال للطباخين انا اللي هطبخ الستيك، وقعد يطبخ الستيك اللي هم اتعشوا بيه. مره في ماتش ليفربول كسبوا فخرج بعد الماتش عايز يتعشى، فراح مطعم صيني مشهور عندهم في مانشستر، وقام راح دخل عليهم وطلب طبق اسمه طبق اللحم الثلاثي المشوي، يعني في 3 انواع لحم مختلفه مع رز، لدرجه ان صاحب المطعم خد معاه سيلفي، وبعد كده استغل الموقف ده وقام راح مسمي الطبق ده طبق هالاند. فبقى كل الناس اللي بتبقى رايحين للمطعم يقول لهم احنا عايزين طبق هالاند، فينزل لهم الطبق ده. في فيديو اليوتيوب بتاعه راح للمتجر المحلي، كان في ست كبيره صاحبه المتجر واشترى منها ستيك كميه كبيره قوي، واشترى منها عسل طبيعي، واشترى منها كمان حليب خام كامل الدسم. بيروح التمرينه وهو شايل الحليب في ايديه. قال ان هو كمان بيحب القلب والكبده بتاعه البقر. قال انه انتوا ما بتحبوش الاكل ده وما بتاكلوش الاكل ده، بس انا بهتم بصحتي وشايف ان الاكل الطبيعي الكامل وعلى قد ما تقدر يكون من متجر محلي هو ده احسن اكل ممكن تاكله وتهتم بيه بصحتك. قال انتوا ما بتحبوش الاكل ده وبتقولوا على اللحمه انها اكله مضره ومسرطنه، بس انتوا بتتكلموا على اي لحمه؟ اللحمه اللي بتاكلوها من ماكدونالدز ولا اللي بتشتروها من متجر طبيعي وتروحوا البيت تطبخوها بدهون صحيه؟ قال انا ما اظنش ان اللحمه دي مضره، وانا بحبها وبحب اكلها كتير، وبحب اكل الدهون الطبيعيه واكل القلب والكبد. نيجي بقى للسؤال المهم، هل نادي بحجم مانشستر اللي عنده اعلى ستاف بتاع تغذيه ودكاتره في البلد لو شايفين ان النمط الغذائي بتاع هالاند ده مضر هيسيبوه كده؟ طب هل هالاند نفسه اللي هو عنده اكبر عقد كروي في البلد لو شايف ان نمط غذائه ده هيأثر على ادائه وهيأثر على صحته وممكن في الاخر يخلي النادي يطرده ولا يفسخوا عقده، هيفضل مصر على النمط الغذائي ده؟ طب هل اداء هالاند وحش اصلا فالناس ممكن تقول بسبب نمط غذائه؟ ده واحد مكسر الدنيا في الدوري بيسجل اهداف اكتر ما بتنفس. هل بقى لو هو متبع نمط غذائي غير صحي الناس هتسيبه؟ كلنا عارفين الاجابه، وكلنا عارفين ان كل اللي في النادي عارفين ان النمط الغذائي بتاعه كويس، ده لدرجه ان هو بياخد الستيك للنادي وبياكل الستيك جوه اوضه اللبس، فكل اللي حواليه عارف ان هو نمط غذائه كويس وان هو ماشي على نمط غذائي صحي. نيجي بقى للاعب الثاني. اللاعب الثاني هو اللاعب الاسباني ولاعب منتخب اسبانيا واتلتيكو مدريد اللي اسمه ماركوس يورينتي. ماركوس يورينتي ده قلب الدنيا عليه في اسبانيا لمجرد ان هو بدأ يسأل اسئله طبيعيه ويستفسر عن كل اللي حواليه وحب يخرج شويه من الصندوق. فالناس قالت تقول لك لا انت بقى هتسأل بقى وهتدور على مصلحتك وهتخرج من القطيع. فابتدى بقى الدنيا بقى تتكلم عليه والناس تهاجمه في اسبانيا، خصوصا بتوع التغذيه وبتوع الصحه والدكاتره. ازاي انت تخرج من القطيع تبتدي تسال اسئله طبيعيه ان المفروض اي واحد يسالها؟ ماركوس يورينتي ده لاعب محترف بيلعب في نادي اتلتيكو مدريد، كان بيلعب قبل كده في ريال مدريد، هو لاعب خط وسط مدافع. ماركوس يورينتي اتكلم على نمط غذائه في كذا انترفيو وقال ان هو بيتبع حميه البليوليثيك او بالعربي اللي هي حميه العصر الحجري القديم، اللي هو من الاخر يعني انا باكل اي حاجه كامله وطبيعيه ما باكلش اي منتجات. هو قالها كده، انا ما باكلش اي منتجات، يعني اي حاجه في علبه، اي حاجه في برطمان، اي حاجه بتتباع في السوبر ماركت دي انا ما باكلهاش، انا باكل اكل طبيعي ما اتلمسش. قال معظم اكله ان هو عباره عن دهون ولحوم وبروتينات، وما بياكلش اي حاجه كاربس غير 3 حاجات: البطاطا الحلوه والبطاطس وجذور اليوكا. جذور اليوكا دي حاجه زي البطاطس منتشره في اسبانيا وفي امريكا الجنوبيه، مصدر طبيعي للنشا. هو بيقول ان ال3 دول ما بيرفعوش الجلوكوز عنده قوي، يعني مؤشر الجلايسيمي بتاعهم متوسط شويه. وبيقول ان هو ما بياكلش بقى اي كاربس تانية بقى، لا حبوب لا بقوليات لا رز لا باستا ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. حتى كمان
ان هو بيقول ان هو قاطع الالبان نهائي، يعني هو بيقول ان الالبان دي مليانه سكر وقليله الدسم وبتاع، فهو بيقول ان هو قاطعها خالص. ماركوس كمان اتكلم على نمط غذائه وقال ان هو ما بياكلش الا مرتين، الغداء والعشاء، قاطع الفطار، وبيقول ان هو بيروح التمرين على معده فاضيه. كل اللي هو بيعمله ان هو بيشرب القهوه بالزبده، وهو مسمي القهوه دي القهوه القنبله، وبعد كده بيروح التمرينه وبيرجع يتغدى الساعه 1:30، وبعد كده بيتعشى الساعه 10. هو بيقول بقى ان هو من الساعه 10 ل 1:30 ما بياكلش اي حاجه تانية، يعني هو بيعمل صيام متقطع يوميا. قال كمان ان هو ما بياكلش الا لما يكون في جوع حقيقي مش جوع كاذب، يعني هو مثلا بيقول لو العرف ان الغدا الساعه 1، لو جت الساعه 1 وانا مش جعان ما باكلش، فهو بيقول ان انت ما تاكلش الا لما تبقى جعان. وده سبحان الله زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا بيه، ان نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، فهو ما بيعملش غير كده. فهو بيقول مثلا انا بتيجي الساعه 10 بالليل ده ميعاد العشاء، بيقول مرات لما بتيجي الساعه 10 ما ببقاش جعان فبروح انام وخلاص. بيقول ان في اليوم ده مثلا الغدا بتاعي كانت وجبه مشبعه قوي، فجيت على الساعه 10 لقيت نفسي مش جعان فخلاص نمت من غير ما اتعشى. قال ان ده اسلوب حياه مش مجرد نمط غذائي، وان هو هيعيش عمره كله على الاسلوب ده. ماركوس على الانستجرام بتاعه بيقعد يصور السماء وبيصور الخطوط البيضاء اللي بتبقى في السماء، يعني احنا كلنا عارفين اللي هو الكمتر اللي بترش ده، وبيقعد يقول ده مش طبيعي. لو انت فاكر ان ده طبيعي او دي الطيارات اللي هي بتاعت عمليات التكثيف فتبقى انت غلطان. وقال ان ما ينفعش تبقى السماء كده مره واحده صافيه وبعد كده خطوط بيضاء وبعد كده مره صافيه وبعد كده خطوط بيضاء تاني، فقال ان ده مش طبيعي. ماركوس كمان اتكلم على التعرض للشمس وقال انها مهمه جدا، لازم تدخل اشعه الشمس في عينيك، وقال ان هو ما بيلبسش نظارات شمس نهائي. ماركوس كمان اتكلم وقال ان هو في النهار ما بيفتحش اي نور خالص، بيفتح الستاير والشبابيك ويبقى نور ربنا هو اللي بيخش، وبالليل بيلبس النظارات اللي هي الحمراء والصفراء لان هو بيمنع عينيه من النور الازرق والنور الابيض، لان هو اللي هو نور الشاشات والموبايلات، لان هو بيقول لك ان ده بيأثر على الميلاتونين فبالتالي بيأثر على نومك. استفسر على حاجات كتيرة واتكلم مع أخصائيين تغذية والدكاترة من اللي هم يعني مش اللي ماشيين تيار واحد، فبالتالي ده خلى ناس كتيرة تبقى مش على بعضها وبالتالي قعدت تهاجمه. فهو كمان على الانستجرام بتاعه بيحب ينكشهم، فلما بيجي يعمل القهوة بتاعته بالزبدة الصبح بيروح مصورها ويروح كاتب للناس اللي بتقول ان الدهون المشبعة دي خطرة وبتعمل أمراض مزمنة الفيديو ده ليكم، كأنه يعني بيغيظهم وبيستفزهم. دلوقتي دول لعيبة محترفة مش ناس هواة بيمارسوا الرياضة كهوية، والضغط عليهم حتى التمرين بتاعهم كتير، بيتمرنوا مرتين في اليوم، ماتشات كل 3 ايام. هل الناس دي لو عارفه ان نمط الحياه ده والاكل الصحيح اللي ما فيهوش اي كاربس مكرره ولا كميه سكر ولا بقى اللي هو انا هاكل كاربس كتيره عشان الرياضه محتاجه كاربس، لو هم شايفين ان ده هيأثر على ادائهم وهيأثر على عقودهم وارتباطاتهم بالنادي، هيكملوا في النمط ده؟ الخلاصه يعني ان انت لو حابب تمارس رياضه ممكن تمارسها من غير الاسراف في الكاربس، حتى لو كانت بسيطه او معقده، حتى لو كانت مكرره او لا. لو حابب كمان تمارس الرياضه بشكل محترف وتبقى لعيب نادي برضو ممكن تاكل اكل صحي طبيعي من غير ما تصرف في الكربوهيدرات ولا تصرف في الكاربس المكرره. فالاكل الطبيعي الصحي اللي مليان دهون وبروتينات احسن وسيله لان انت تبقى صحي وتمارس رياضه بشكل محترف جدا. وكمان الاستشفاء والنوم كويس، لان زي ما هالاند وماركوس قالوا ان هم بيناموا بدري وبيعملوا استشفاء كتير جدا، سواء بقى مع المدلكين والعلاج الطبيعي ولا سواء كان بالساونا او بالميه البارده. المهم يعني ان هم ركزوا في موضوع الاستشفاء والنوم لمده كافيه. فلو حابب تبقى زي هالاند وماركوس اداء خارق واداء لاعيبه محترفه، اتبع نمط غذائهم وما تسمعش للكلام التاني. اشوفكم في فيديو جديد.